مرحبا اخواني. طبعا هسه راح نسوي طرشي بعصير التفاح. عندنا هاي الصينية، عندنا راس ملفوف واحد، وعندنا قرنابيط او زهر نسميه اثنين، وعندنا فلفل اخضر اثنين، وعندنا خيار تقريبا كيلو، وعندنا سلري تقريبا بكيلو ايضا نقطعه الى وصل، وعندنا فاصوليا خضراء هياته. هذول كلهم راح نقطعهم طبعا وصل بحيث مو تكون كبيرة حيل، يعني وصل ما الطرشي تعرفون انتم. هسه اقطع شوية قدامكم بعدين حتى اراويكم شلون. هاي نقطعها الى اربع اقسام الملفوف. بعدين نشيل هاي الوصلة شعبية قوية للهاي العفو، وهذا نقطعه الى وصلتين، وبعدين نبدأ كل واحدة نقطعها الى 3 وصل بهالطريقة. طبعا الملفوف راح نكمله بعدين ارجع لكم على الزهرة. اخواني هسه نقطع القرنابيط الزهرة. هاي التقطيع مالته، ها تفرطه فرط بحيث ما تكون كبيرة هواية. هسه ارجع لكم بعد شوي. اخواني طبعا احنا قبل ما نكمل التقطيع راح اسوي محلول اللي احطه بالسسمه بالطرشي. هذا يحتاج لازم اخليه على النار، فاحنا ليش نضيع الوقت؟ نكمل السسمه ونحطه على النار وبعدين نجي نقطع. هسه عندي اني على هاي الكميه اللي قلت لكم عليها راح اخلي 4 قلاصات مي. هذا واحد، هاي 2، هاي 3، وهذا 4. هذا خلصنا من المي. هسه عندنا كذلك الخل ايضا 4 قلاصات. خل التفاح الابيض هذا 1، هذا 2، وهذا 3، وهذا 4. هاي خلصنا من الخلع ايضا. نجي هسه على عصير التفاح. ايش قد نحط عصير التفاح؟ 13 قلاص. هذا 1، هاي 2، هاي 3، هذا 4، وهذا 5، وهذا 6، وهذا 7، وهذا 8، وهذا 9، وهذا 10، وهذا 11، وهذا 12، وهذا 13. هاي كملنا ايضا عصير التفاح. هسه نجي على الملح والبهارات. بالنسبة للملح اخواني هذا نص كاسة، هاي كاسة، هاي نص كاسة. هاي ملح تكون كاملة تحطها فوقها. هاي ملح خلصنا من عنده.
عندك كاري حار ملعقتين كبار، هاي كاري حار. وعندك عنبة باردة ملعقتين كبار. وعندك قرنفل ملعقة شاي. وعندك كبابة أيضا ملعقة شاي. ونضيف شوية صبغة صفرة. هسه هذول نحطهم على النار اخواني، قبل ما تفور نشيلهم، بعدين اعلمكم شلون. اخواني هسه احنا الفليفله هم قطعناها، شوفوا شلون وصل مالها، هاي كملناها. والسلري اخذنا كميه هميش نقطعها على مود طعم، بس ينطي طعم هذا. والخيار نقطعه هيك. هسه راح اجي شو اسوي. عندي طبعا العفو نسيت اقول لكم، اني عندي كزبره تقريبا حطيت ملعقتين كبار، هي اللي تنطي طعم الطرش المضبوط. وعندي هنا شويه سلري مقطع، وجوه في ثوم راس كامل مال ثوم مقطع، الفصوص مالته مقطعه. هسه ايش راح اسوي؟ عندي سطله، هاي السطله سطله كبيره، هاي راح ابدا اصفط شويه قرنابيط، شويه لهانه، شويه فليفله، شويه خيار، شويه سلري. وعندي فاصوليا هياتها هم شويه من عندها اخلي. بعدين اجي اخذ لي رشه بقدونس، شويه ثوم فوقها، واخذ لي طبقه ثانيه، وهكذا لما تكمل الراسيه. بعدين بعد ما نكمل هذول، بعد ما نكمل المي الحار قبل ما يفور راح نشيله. وين راح نحطه؟ راح نحطه بالسطله فوق هاي المواد كلهن، بس الخيار ما راح نخليه، لان الخيار اذا بقى مي حار فتره راح يتفتت كله ينمرض. فهذا من يصير المي دافي ذاك الوقت اخلي الخيار، وارجع لكم بعدين. اخواني هسه قام يفور هذا تقريبا الا شويه قام يفور. هسه راح نحط مي بهذا، لان هذا ليش؟ كل المواد اللي حطيتها كلها قويه حتى تذبل شويه، بس الخيار ما حطيته وياها لان ينمرض. هاي شوفوا، مي حار. اخواني شوفوا هسه خلصت، حطيت الخيار، صار المي دافي شويه، حطيت الخيار. وثانك يو اخواني. اذا عجبكم الطرشي سوونا لايك وسوونا شير، وبليز الف عافيه.